السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم في كل مكان. بصراحة يعني بتصعب عليا الناس اللي هي بتودي عيالها للأندية الكبيرة، الأهلي، الزمالك، مش عارف، الأندية الكبيرة يعني، فاهمني؟ فهل أنت معتقد إن ابن عماد النحاس، ابن خالد الغندور، ابن سيد عبد الحفيظ، ابن سيد معوض، ابن مش عارف يسمى نبيه، تمام، هل انت ابنك هيلعب على الناس دي؟ يبقى انت بقى بتهزر، او انت بترمي فلوسك في الارض بقى لما تبقى رايح جاي مواصلات على الناس دي. ربنا انا مش بهمد حد ولا. طبعا الامل موجود وربنا يكرم الجميع، بس ما اعتقدش في ظل المحسوبيات تمام، والمعارف تمام، وفي ناس اللي بيدفع فلوس واللي تمام، ان ابنك يعرف ياخد فرصة في ظل وجود ال ال الناس دي. لو انت ابنك 10/10، وابن الاسماء اللي انا حد من الاسماء اللي انا قلتها دي تمام، 5/10، 6/10، صدقني مش هياخدوا ابنك، وهياخدوا ابن اللاعب الفلاني، وابن اسم الراجل العلاني، رجل الاعمال العلاني، فاسمع اللي انا بقول لك عليه. وانا مش بهمت حد ولا حاجه، بس صدقني هي ماشيه كده. هل ابنك هيلعب على الناس دي؟ تمام. زي ما بقول لك، لو ابنهم 4/10 وابنك 9/10، تمام، او كده، عمره ما يتاخد برضه. هياخدوا ابنهم يقول لك نزوده ونعمله تمام، واحنا نرفعه عشان خاطر ابوه، وي وي وكلام من ده. لكن طول ما المنظومه دي ماشيه كده، صدقني مش هتلاقي منتخب مصر الناشئين. وزي ما احنا بنشوف بيروحوا يلعبوا بطولات وكده ومنتخباتنا بتطلع زي ما بنشوف، تمام. ويجي حتى في الناشئين ما بتلاقيش اسم، زي ما ذكرنا قبل كده، ما تلاقيش 2 3 لعيبه بيلعبوا في كل فريق في الناشئين بيلعبوا في الفرقه الكبيره. كله بيشتري، كله بيشتري. خلينا في صلب الموضوع. ما اعتقدش وسط الاسامي دي واولاد النجوم دي ان ابنائنا وتمام، والراجل العادي، ابن الراجل العادي هيعرف ياخد فرصه انه يلعب في الانديه القمه. صعب صعب صعب، وبصراحه يعني الواحد بيشفق على الناس دي اللي معاها اولاد وعايزه تاخد فرصه وكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يكون في عدل في منظومة الناشئين وفي منظومة الكورة، مش ده ابن فلان وابن فلان وده ابن علان، والمحسوبيات واللعيبة الكبيرة اللي هي بتاعت الأندية. يعني مش كفاية إن هم بيلعبوا؟ يا عم مفيش مشاكل، بنشجعهم تمام، بس إيه يعني، هتبقى خلوها أبناء عاملين. بصراحة بقت أبناء عاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورة مع نصر.